الدبابيس دي دبوس اخترعوا امه ليه؟ مش عشان يثبت الطرح. البندانه دي اللي بتنزل لحد هنا عشان ربنا يسترك، اخترعوا امها ليه؟ مش عشان تداري وشك وشعرك. الخمار اخترعوا امه ليه؟ الحجاب اخترعوه ليه؟ يا بنت الناس ما تخليش حد يتكلم مع اهلك نص كلمه بسببك. يا بنت الناس ما تخليش حد يقول عنك كلام وحش بسبب لفة طرحتك، بسبب شوية الشعر اللي انت مبيناهم. يا بنت الناس والله ما ينفع. ربك سبحانه وتعالى يغضب عليكي، هتبقى عيشتك كلها دمار دنيا واخرة. ليه شوية الشعر اللي طالعين بره الطرحة دول ليه؟ والله العظيم دي ملفة بنات، احنا كرجالة بنلف الكوفية كده، هي كده زي ما انتوا بتلفوها. الطرحه اليومين دول ما عادتش تنفع خالص، والطرحه اليومين دول بشويه الشعر اللي باينين دول مش هي اللي هتخلي الفارس ابو حصان يجي جري على البيت. والطرحه اليومين دول بشويه الشعر اللي باينين دول مش هتخلي ربنا يرضى عنك. والطرحه اليومين دول مش هتخلي ربنا يبعت لك واحد كويس يحبك يعزك يعمل لك اللي انت عايزاه، يكون خاتم في صباعك يريحك ويتقي ربنا فيكي. يا بنت الناس ما تخليش رب العزة يغضب عليكي. يا بنت الناس ما تخليش ربنا سبحانه وتعالى يلعنك في وسط ملائكته. استوري نفسك، استقيموا يرحمكم الله. والله العظيم ما ينفع اللي احنا بنشوفه اليومين دول من البنات، والله ما ينفع. اصل معلش مفيش طرحة في الدنيا بتتلف كده خالص، احنا ما شفناش كده قبل كده، والله ما شفنا كده قبل كده. ورقبتك تبقى باينه هنا، الزغلوله بتاعت رقبتك تبقى باينه، ومعالي حضرتك شعرك شويه اللي قدام دول يبقوا باينين. ولا انت كده مش حلوه. والله العظيم احنا كشباب بنتريق على الاشكال دي، والله بنتريق على الاشكال دي. الدبابيس دي دبوس اخترعوا امه ليه؟ مش عشان يثبت الطرح. البندانه دي اللي بتنزل لحد هنا عشان ربنا يسترك، اخترعوا امها ليه؟ مش عشان تداري وشك وشعرك. الخمار اخترعوا امه ليه؟ الحجاب اخترعوه ليه يا جماعه؟ يا بنت الناس استوري نفسك، استقيموا ربنا سبحانه وتعالى يهديكي. اطلبي من ربنا الهدايه، ما تعمليش زي بقيه البنات، ما تسمعيش كلام البنات. يا بنتي ده ايه يعني لما الحته دي تبقى باينه؟ الحته دي هتتمسكي منها تتعلقي في نار جهنم. اوعي تعملي كده. دنيتك كلها على بعضها ما تسواش شويه غضب من ربنا سبحانه وتعالى. دنيتك كلها على بعضها ما تستاهلش ان انت تخش النار. ده انت موجوده هنا في الاول وفي الاخر عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يا بنت الناس اسمعي الكلام، والله العظيم خايف عليكي. والله العظيم لا ترجعي تقولي يا ريتني ما عملت كده. والله العظيم لا ترجعي تقولي ربنا اداني احسن واحد في الدنيا عشان سترت نفسي. مش ترجعي تقولي ربنا اداني واحد طمعان فيا وطمعان في شكلي وطمعان في فلوسي وطمعان في جسمي، وبعد اسبوعين تتطلقي. اعقلي وبلاش لفة الطرحة العبيطة دي. اعقلي وبلاش تبيني شعرك، والله العظيم ما حد هينفعك. اسمعي الكلام يا بت، اسمعي الكلام، والله ما حد هينفعك. ليكي مين في الاخر؟ ليكي رب العزة سبحانه وتعالى. هل تحب ان رب العزة يغضب عليك بسبب حتة طرحة معفنة ملهاش اي 30 لازمة؟ اظن ان انت ما تحبيش، انت مسلمة، ما ينفعش، والله ما ينفع. اسمعي الكلام. السلام عليكم.